ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما أتمان الأكمال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. لا يزال الأمر مستمرا حول ما هو حادث في السودان من حروب أهلية طاحنة. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا السودانيين وأن يرفع عنهم هذا البلاء. في هذه الحلقة سنتناول حول واجبنا نحن الإريتريين، وإن كنا فقراء وإن كنا ضعفاء، تجاه إخواننا السودانيين المتضررين. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف وشيخنا وتاج راسنا. سنتناول في هذه الحلقة مشاهدي الأكارم أبرز الأحداث في السودان حاليا، ومن ثم سنتناول أيضا ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وحاجتهم الماسة، وموقف المنظمات الدولية عامة والمنظمات الإنسانية الإريترية خاصة، وكذلك دور الشعب الإريتري بهذا الخصوص. أهلا وسهلا شيخ حسن. مرحبا. أهلا. آخر التطورات في السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا الآن الحرب تكاد تتجاوز الشهر، يعني منذ بدايتها. دخلنا الآن يمكن في الأسبوع الخامس أو السادس، يعني وبالتالي تجاوزت، اقتربت من الشهرين، يعني دخلت على كل في الشهر الثاني. نعم. بارتياح يعني. وبلا شك هذا النوع من الحروب يسفر عن مشكلات كبيرة جدا من الناحية الإنسانية وتضرر كثير من المواطنين. فالحرب تجري الآن في عاصمة الدولة السودانية، وهي يمكن من أكثر المدن اكتظاظا في السودان. يزيد في تقريبا نسبة السكان في العاصمة 8 مليون شخص يعني. فأنت تتكلم عن نسبة كبيرة جدا من السودانيين تضرروا نتيجة هذه الحرب. الأمر الثاني أيضا مع الحرب في الخرطوم، تدور هنالك أيضا بعض الدوائر في غرب السودان، وكذلك في مناطق كردفان وإقليم دارفور، لأن هنالك أيضا بين فترة وأخرى اشتباكات. وإقليم دارفور للأسف الشديد منذ 20 سنة تقريبا وهو متضرر، لكن هذه المرة أيضا نتيجة بعض العمليات أو بعض المحاولات التي حصلت في هذا الإقليم أيضا تسبب ذلك في هجرة وخروج ونزوح ولجوء بعض أيضا المواطنين تجاه دولة تشاد. أيضا هنالك مسألة مهمة جدا لا بد وتجدر الإشارة إليها، وهو أن شرق السودان خلال الفترة الماضية أيضا نعرف نحن التواجد الإريتري للاجئين خاصة في مخيمات كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، سواء كان هؤلاء اللاجئين في شرق السودان من الإريتريين أو كانوا من الأثيوبيين. فهنالك أيضا نتيجة الحرب الأثيوبية الأخيرة أيضا هنالك بعض المناطق يتواجد فيها
يتواجد فيها لاجئون من الأثيوبيين. فأنت عندما تتكلم حقيقة الآن على الوضع الإنساني في السودان لا تتكلم فقط عن قلب السودان والعاصمة القومية، ولكن كل هذه المناطق بطبيعة الحال متأثرة وسيكون لها على كل تداعياتها وستكون لها آثارها الكبيرة. هنالك الآن مثلا بعض المناطق لا تصنف إلى أنه والله هي مناطق لجوء، ولكن عمليا الحدود المصرية السودانية أنت تلاحظ بأن هنالك الكثير من السودانيين توجهوا شمالا على أمل أن يدخلوا إلى جمهورية مصر العربية. وبلا شك الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لم تقصر، ولكن طريقة التعامل والإجراءات مع العدد الكبير جدا الذي يريد الدخول إلى مصر، فإن هنالك أزمات كبيرة جدا تحكى حقيقة عن التواجد في المدارس والتواجد كذلك في المواقع دون أن يكون هنالك أي خدمات تقريبا تقدم لهؤلاء. أضف إلى ذلك أيضا مدينة بورسودان التي توجه لها قطاع كبير جدا خاصة ممن يريدون السفر من خلال البحر أو من خلال الطيران. أيضا هؤلاء وإن كان وضعهم قد يكون أفضل من غيرهم، لكن أيضا هؤلاء في تقديري يمرون كذلك بضائقة ويمرون كذلك بظروف إنسانية ربما صعبة جدا. لاحظنا أيضا في الآونة الأخيرة خاصة بعض الجاليات العربية اللي كانت في الخرطوم حتى هذه اللحظة تناشد في أن تجد من يخرجها، مثل الجالية اليمنية مثلا هناك أعداد كبيرة جدا ناشدت أكثر من مرة لسفارتها ولدولتها، وتعرف نتيجة الظروف الموجودة على كل في اليمن هؤلاء لم يتمكنوا كذلك من توفير الفرص المناسبة لهم للخروج، وهؤلاء يعانون بطبيعة الحال. بعضهم علمت بأنهم توجه إلى الدولة الأثيوبية برا، يعني حاولت الناس على كل أن يتوجهوا إلى أثيوبيا عن طريق البر ليسافروا بعد ذلك من أثيوبيا إلى المناطق الأخرى يعني. فهذه الحالة عموما التي يعني يمكن الحديث عنها من الناحية الإنسانية. عمليا الآن طبعا الاتفاق الذي تم تقريبا خلال الفترة الماضية ما بين الطرفين في المملكة العربية السعودية وبالرعاية الأمريكية، للأسف الشديد كان صلب الاتفاق هو اتفاق إنساني، يعني الأساس فيه ليس حل لمشكلة سياسية ولا توقيف الحرب لمدى طويل، لكن اتفاق كان على هدنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بشرط أن تفتح هنالك ممرات تقريبا إنسانية لوصول المواد الغذائية. حتى هذه اللحظة للأسف الشديد لم يتم إلى يوم أمس تقريبا، ودخلت اليوم تقريبا اليوم الرابع، لكن حتى هذه اللحظة المعارك في الخرطوم دائرة ولم يتم الالتزام، وكل طرف تقريبا يحمل الطرف الآخر مسؤولية خرق هذه الهدنة. فالشاهد الآن لا على مستوى الأمم المتحدة ولا أيضا الجهات الراعية للاتفاق الجاري الآن بين الطرفين نستطيع أن نقول بأن والله هنالك الآن فرص لعمل على الأقل إنساني. لكن في ظل هذا الوضع حقيقة، في ظل هذا الوضع الشعب السوداني أنا في تقديري نتيجة خصائصه الخاصة وطبيعته والتواصل الاجتماعي والاهتمام المشترك بين هذا الشعب، لاحظنا بأنه والله يعني كثير من هؤلاء تقريبا انداحوا إلى أقاليمهم وإلى ولاياتهم وإلى أهلهم. تجد الآن بعض البيوت تقريبا تسكن فيها 4 أسرة 3 أسرة، يعني كل أسرة من الأسر تحتوي لها مجموعة من الأسر. فهنالك على كل الكثير من الأسر ربما حاول، وكذلك بعض المواقع أيضا، يعني بعض المواقع يعني الفندقية مثلا تجد شخص عنده ما شاء الله يدخل الناس، فهنالك حالة من التضامن. ولكن كل ذلك في تقديري مع طول الوقت بطبيعة الحال سنلاحظ بأن الأزمة قد تتحول إلى كارثة. طيب جميل شيخ حسن، نريد فقط يعني لمحة سريعة عن الحرب. لماذا يعني تأخر الجيش في حسم الحرب حتى الآن؟ هو على كل موضوع لماذا تأخر الحسم يبدو لي والله أعلم العامل الرئيسي فيها طبيعة المعركة نفسها، طبيعة المعركة التي تدور في قلب الخرطوم بعد أن تم ضرب معسكرات الدعم السريع في أطراف العاصمة. تحولت كل القوى المتبقية من هذه المعسكرات التي ضربت دخلت إلى العمق، إلى داخل العمق. يعني أنت تقريبا كان قوة الدعم السريع داخل العاصمة لا تقل عن 40,000 مقاتل بأدواتهم بآلياتهم المسلحة، سواء كان من سيارات أو من سلاح على كل أو من أسلحة خفيفة. هذا خلاف المعسكرات التي كانت للدعم السريع داخل العاصمة نفسها، خاصة في القيادة العامة، في المطار، في القصر الجمهوري. فأدى هذا الانتشار إلى أن كل هذه القوى دخلت إلى المؤسسات المدنية
اللي دخل إلى المستشفيات دخل مستشفيات، اللي دخل إلى الوزارات دخل الوزارات، اللي أخلى أيضا مجموعة من الأحياء السكنية ودخل فيها. هنا فرضت على القوات المسلحة نمط مختلف من الحرب، وهو أنك أنت والله تتعامل مثلا كما تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الفلوجة والموصل، في أنك أنت والله تدك الجميع، تدك المدينة كلها حتى تستطيع أن تخرجها. وهذا يبدو والله أعلم غير مطلوب حتى هذه اللحظة، وغير مراد بالنسبة للإدارة أو للجانب العسكري. في نفس الوقت أيضا يتطلب هذا الموضوع نزول قوات أيضا برية حتى تستطيع أن تكون هنالك حالة من الالتحام المباشر لهذا. لكن أيضا يبدو كأنه والله أعلم لا يريدون أيضا الدخول في هذا الاتجاه، لأنه عمليا سيتيح للمجموعات المتخندقة في البيوت والمتخندقة في الوزارات والمتخندقة في المستشفيات فرصة الدفاع عندها أكبر بكثير من فرصة المهاجمين، فسيكون المهاجم خسائره أكبر من خسائر الشخص المدافع. وبالتالي والله أعلم يعني إلى الآن السياسة الماشية عند الجانب العسكري هو توفير أكبر قدر من الخسائر في صف القوات المسلحة، مع الذهاب إلى التآكل البطيء في الطرف الآخر. يعني الآن عمليا لو أردت أن تقول هل والله الدعم السريع من بداية الحرب إلى الآن يتناقص أم في زيادة، بلا شك وباتفاق الجميع أنه في تناقص مستمر في أدواته، في موارده، في مخزونه، في قوته البشرية. يعني لحظة بداية الحرب واللحظة الحالية ليست سواء. يعني أقل شيء نستطيع أن نقول فقد ما لا يقل عن 40% من قدراته العسكرية والقدرات البشرية. فيبدو الرهان على كل من الجانب العسكري في هذا الاتجاه. خطورة هذا الموضوع يعني خطورة عدم الحسم السريع أو عدم نزول قوة عسكرية مشاة في الميدان، خطورتها أنك أنت والله من يدفع الثمن في الميدان هم المواطنون. يعني المواطنين هم الذين يدفعون ثمن هذا التأخير. لماذا؟ لأنك أنت ما عندك شرطة تستطيع أن تؤمن الناس، ما عندك كذلك قوات على الأقل مدنية تستطيع أن تؤمن، وبالتالي أنت سجون تقريبا تم إطلاقها وأطلق المجرمون في الشوارع. فأنت على كل كأنما جعلت من يدفع الثمن هذا الوضع هو الجانب هذا جانب خطورة تقريبا. الجانب الثاني كلما امتدت كذلك المعركة وزاد الوقت فيها، فإن التدخلات الخارجية والترتيبات الخارجية تأخذ مداها أيضا، وبالتالي هذه مخاطرها. ويمكن لاحظنا كون والله في خلال الفترة الماضية أكثر من شهر لم تستطع أنت أن تحسمها، وبالتالي تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض إنه والله هدنة معينة، ثم تقول لك والله أنا من أراقب هذه الهدنة. معروف أن الولايات المتحدة حيثما دخلت مباشرة يدخل معها بعد ذلك مسألة التدويل، تحاول أن تدول هذا الموضوع وربما تنقله إلى مجلس الأمن، فيحصل نقل وتدويل على كل للحالة العسكرية الموجودة الآن في البلد. يعني طيب شيخ حسن، يعني كلام ربما يكون مقنع، لكن لماذا الجيش لا يحرس المؤسسات الدولية كالمستشفيات عفوا المدنية كالمستشفيات والبنوك؟ يعني على الأقل هذه لماذا الجيش تاركها للدعم السريع؟ ودي واحدة من الإشكالات، أنا في رأيي إشكالات عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة. يعني عندك أصلا موضوع حراسات البنوك، يفترض أصلا هذه تحرسها تقريبا المؤسسات الشرطية وليس القوات المسلحة. القوات المسلحة مهمتها هو القتال والإدارة المعركة في الميادين المختلفة، لكن ضمن هذا الوضع يفترض أن تهيأ الظروف والمواتية لأن يتدخل الشرطة لتقوم بحمايتها. للأسف الشديد خلال الفترة الماضية إما بسوء ترتيب على كل أو بتواطؤ غير معروف حتى الآن، لأنه في نفس الفترة هذه تم عزل رئيس الشرطة. فهل معنى ذلك، لأنه في اتهامات الآن على كل أيضا بأنه كان هنالك تواطؤ في هذا الموضوع. وأيضا يبدو لي والله أعلم خلال الفترة الماضية هنالك الكثير من القيادات العسكرية والشرطية قد تكون أيضا تم كسبها واستقطابها لصالح طرف الدعم السريع. ففي مشكلة على كل فيما يتعلق بهذا الذي حصل يعني خلال الفترة الماضية، وبالتالي بلا شك في هذا الاتجاه حصل فشل ليس بسيط. يعني أنت حصل الآن تدمير كبير جدا للبنية المدنية، يعني من بنوك، من مدارس، من جامعات، من مستشفيات، هذه كلها تكاد تكون الآن خرجت عن الخدمة، كهرباء غيرها. يعني فأنت على كل لتعيد الآن بنية الدولة ليس أمرا سهلا، وبالتالي أنت تريد تتجنب الخسائر، لكن عمليا أنت تقع أيضا في خسائر في الاتجاه الآخر. الله المستعان، أمر محزن جدا. طيب فيما يتعلق بالدعم الإنساني، ما موقف المنظمات الإنسانية؟ طبعا المنظمات الإنسانية للأسف الشديد في الملف السوداني حتى الآن لا أتصور أنها بالمستوى المطلوب.
العلل اللي هم حاليا يتعللوا بها انه والله يا اخي حتى الان المسارات ليست امنه، لا نستطيع ان نغامر بالافراد العاملين في الامم المتحده الى غير ذلك مما يتكلمون عنه. فهم حتى هذه اللحظه يركزون في المناطق الطرفيه، يركزون مثلا باتجاه دارفور، المناطق اللي عندهم فيها مكاتب رسميه يركزوا مثلا باتجاه بورسودان. هنالك استقبال على كل محدود حتى هذه اللحظه، لكن ان يكون هنالك تحركا دوليا فعلا تستطيع ان تشيد به وتقول والله فيه تحرك دولي، أنا أتصور حتى هذه اللحظة المؤسسات الدولية ضعيفة جدا في تحركها. تكاد تكون أكثر المؤسسات التي تحركت أو التي حاولت أن تقدم خلال الفترة الماضية هو تقريبا بعض الحكومات العربية، وخاصة دولة قطر وكذلك دولة الكويت. يمكن دي من أكثر الدول اللي حاولت على كل تقدم بعض المعونات، ووصلت تقريبا معوناتها إلى مدينة بورسودان وما بعدها يعني. جميل. طيب المنظمات الإنسانية الإريترية أو المنظمات السودانية نفسها ما دورهم في هذه الحادثة؟ المنظمات السودانية والأريترية كلاهما على كل حاضر بحسب قدراته يعني، لكن هذه المنظمات أنا في تقديري قدراتها محدودة، إمكاناتها محدودة، لا تتناسب مع هذا الحجم الكبير يعني، ولا يبدو لي أيضا مهيأ أصلا لهذا النوع من الأداء. وفي نفس الوقت علينا أن لا ننسى ما قامت به قحط خلال الفترة الماضية من تدمير لكثير من المؤسسات الخيرية مثل منظمة الدعوة الإسلامية، هيئة الوكالة الإسلامية، ورفعت للأسف الشديد هذه المنظمات حتى مكاتبها الرسمية إلى دول أخرى مثل النيجر وغيرها. وكانت هذه واحدة من الإشكالات للأسف الشديد لم تنتبه لها، وتعاملت معها الحرية والتغيير بعقلية الخصم والمنافس، وأن هذه منظمات تابعة للنظام السابق، وفقدت في تقديري كثير من الإمكانات في هذا الاتجاه. لكن فيما يتعلق ببعض المنظمات اللي ممكن نقول محسوبة على الإريتريين أو قائمين عليها إريتريين، ولكنها هي في نهاية المطاف إما أمريكية وإما كندية وإما بريطانية يعني أوروبية، هذه على كل قامت حسب علمي بعدد من الجولات وبعدد من التحركات خلال الفترة الماضية، وقدمت على كل سواء في منطقة الجزيرة باعتبار مناطق قريبة من الخرطوم وتستطيع أن تقدم فيها. فعلمت بأن هذه المنظمات على كل قدمت ما يمكن تقديمه في هذا الجانب، ومن هنا حقيقة الواحد يحيي هذه المنظمات الإريترية بالذات التي ساهمت وشاركت خلال الفترة الماضية بما يمكن أن تساهم به. من خلال اطلاعكم شيخ حسن ومتابعتكم للوضع السياسي والأمني في العالم، ماذا يقول الشعب الإريتري لهذا الحرب؟ هو حقيقة الشعب الإريتري أول يعني يعتبر هذه الحرب خصم عليه، يعني هذه القناعة تكاد تكون واسعة جدا، لأن الشعب الإريتري كيف خصم عليه؟ خصم عليه لأنه ينظر الدولة السودانية دولته. أيوه، ينظر إليها بأنه والله بعد إريتريا الآن إريتري لا مكان له يمكن أن يأوي إليه إلا يعني عندك ما لا يقل عن كم مليون شخص موجودين في مخيمات اللاجئين، فإذا فر الإنسان على الأقل من جحيم النظام في إريتريا يفر إلى السودان أو يفر إلى أثيوبيا. وبالتالي ينظر الآن إلى أن هذا العمق السوداني الآمن الذي كان يتمتع فيه الإريتري أقل شيء باللجوء الطبيعي وبالعيش الطبيعي وبالحياة الكريمة وبالتعليم وبالعمل، هذا العمق اللي كان يمثله لفترة طويلة جدا، يشعر الإريتريين الآن في كل المواقع تقريبا في الداخل والخارج بأنه والله هذه الحرب تضرهم بشكل كبير جدا بصورة لا نظير لها. حتى الجاليات اللي موجودة في الخارج كثير منهم وهم يعملون في هذه البلدان، لكن تلاحظ بأنه عطلتهم الرسمية يحاولوا العودة إلى السودان أو يمر عبر السودان على الأقل الوصول إلى دولتهم. فهم الآن يشعرون بأن والله هنالك الكثير من الضرر الواقع عليهم بهذا الشكل، يعني منهم مثلا من يقدم لأهله مساعدات ويقدم لهم على كل ما يمكن تقديمه، فيشعر الآن بأنه أيضا هذه المسألة حصل فيها زيادة أعباء. يعني أنت في السابق كنت تقدم لأسرة مثلا $100 مساعدة، اليوم لا تستطيع $100 تقريبا أن تفي بشيء من نتيجة ارتفاع الأسعار وغلائها في السودان يعني. فعلى كل أنا في تقدير تضرر الإريتريون بشكل كبير، وربما أكثر فئة تضررت من دول الجوار في هذه الحرب هم الإريتريين. جميل. هذا من حيث أنهم تضرروا، لكن من حيث رأيهم في الحرب ومن حيث جهودهم في دعم الشعب السوداني ووقوفه معهم، من حيث حملات الإغاثية التي حقيقة يعني بعض المنظمات كما أشرت قامت بها، لكن في العموم
هل هناك حراك في هذا الموضوع؟ هو على كل في موضوع الحراك ويبدو لي يعني ما أقدر أقول إنه والله بالمستوى المطلوب يعني حتى هذه اللحظة. يعني مثلا في إطار الجانب السياسي منذ بداية الحرب قام المجلس الوطني مثلا بمناشدة الطرفين، وبعث فيما أعلم رسالة على كل للرأي العام السوداني في أنه يناشد كافة الأطراف بإيقاف الحرب وكذا. ده كان موقف سياسي على كل من القوى السياسية المعارضة. ثم بعد ذلك نشأت كذلك. هل كان لرابطة علماء إريتريا موقف في هذا أيضا؟ رابطة علماء إريتريا يعني موقفها ربما كان مع بقية المنظمات وبقية الروابط، يعني كان لها موقف كذلك يعني شاركت فيه في هذا الجانب، لكن أنا في رأيي ربما كان مطلوب منها موقف خاص، يعني كان يفترض أن يكون لها موقف خاص. صدرت بيان بالنسبة للرابطة؟ أي صدرت بيان مؤخرا خاص بها؟ أي طيب لعلي جميل جميل جميل. نعم. فالشاهد أن الموقف على كل المطلوب أكثر من ذلك، يعني ليست القضية إنه نحن والله أي والله هذا اللي نريد أن نناقشه. ما موقف الشعب الإريتري سواء الذي يعني طبعا يعني الكلام كله منصب على الذين يعيشون في الخارج في دول الخليج وفي دول أوروبا، موقفهم من هذا الشيخ حسن هذا الذي يهمنا. حماسهم، مستوى حماسهم حاليا. يعني كما تفضلت السودان هو بلدنا الثاني. نعم حقيقة. هو خلينا نكون صريحين، يعني في مثل هذه الأشياء أنا في رأيي تحتاج الأمور إلى مؤسسات تستطيع أن تتبنى بصورة واضحة في الوسط الإريتري مساعدة الشعب السوداني. أتصور أن حاليا لو طرح هذا الموضوع وفتح وتبنته، يعني ممكن بدل نقول والله منظمة واحدة، خلينا أعمل مجموعة منظمات تنسق فيما بينها. نعم. يكون في على الأقل منصة لدعم الشعب السوداني في هذا التوقيت، لأنه حقيقة من الواجب الوفاء ومن حق الجوار وأشياء كثيرة جدا تحتم على الشعب الإريتري أنه في هذه اللحظة يقف تقريبا مع الشعب السوداني ويسنده ويشعره بالتلاحم، وهذه حقيقة فرصة كبيرة جدا. أنا أتصور لو وجدت إن شاء الله منظمة من المنظمات، على كل بعض المنظمات التي عليها بعض الإخوة الإريتريين في أمريكا مثلا قامت حقيقة ونزلت إلى السودان وقدمت ما يمكن تقديمه، لكن هذا وحده لا يكفي. أنا في رأيي أنت الآن على جبهتين. في بعض المنظمات يفترض أن تقوم بتغطية احتياجات اللاجئين اللي على الأقل والله ربما لا تكون الآن الأمم المتحدة تقوم بما يلزم تجاههم من الناحية العملية. هؤلاء يحتاجوا منك إلى وقوف وإلى مساندة وإلى إشراف على ما يحتاجون إليه. هنالك جانب آخر وهو الآن هو جانب النصرة والمساهمة مع الإخوة السودانيين. هذا يحتاج إلى تضافر أكثر من جهة كما ذكرت، ويحتاج كذلك إلى فتح قنوات مع منظمات سودانية أيضا موجودة كذلك على الأرض حتى نستطيع أيضا إن شاء الله أن نقدم ما يمكن تقديمه. طبعا معظم الشعب الإريتري ومعظم يعني بل كافة الشعب السوداني ومعظم الشعب الإريتري واقف مع الجيش السوداني باعتباره هو المؤسسة يعني الحكومية القائمة الوطنية، وينتقد الدعم السريع على خطوته لهذا الفراق ولهذا الأمر. ومع ذلك فإن يوما واحدا قام به السودان بمساعدة الإريتريين لا نستطيع حقيقة أن نوفي حقهم ولو دعمناهم الدهر كله، فجزاهم الله خيرا. توجيهكم حول هذا الأمر، أعني أن بعض الإريتريين لربما يكون له موقف مع حميتي أو ربما يكون له موقف مع الجيش الإسلامي، الجيش السوداني الإسلامي. هو على كل صعب جدا أنك ترصد المواقف السياسية للأفراد وكذا، لكن معظم الإريتريين كما تفضلت خاصة النخب السياسية، الشخصيات التي تدرس الأمور بمنطق ربما غير عاطفي في مثل هذه الملفات، ولا تحاول أن تختزل كذلك المواقف في حوادث ربما بعينها حصلت ربما في الآونة الأخيرة في شرق السودان وغيره. بعض الناس على كل لهم تأثراتهم الخاصة، لكن كثير من الناس يخشون حقيقة من انهيار الجيش السوداني، وهم يدركون تماما إذا تم انهيار للجيش السوداني وانهيار لمؤسسة القوات المسلحة فإن ذلك بطبيعة الحال هو انهيار للدولة السودانية، ولا تستطيع لا الدعم السريع ولا أي قوة من الميليشيات الأخرى أن تغطي مكان المؤسسة الرسمية. وبالتالي الآن أنا في رأيي بغض النظر عن المواقف الخاصة إن انتصار القوات المسلحة
على هذه المعركة الدائرة الآن هو بقاء للدولة السودانية، بغض النظر بعد والله أنت متفق معها هي كمؤسسة، متفق مع القائمين عليها. كثير من الناس الذين حقيقة أعرف أنهم حتى من السودانيين واقفين الآن مع القوات المسلحة لهم موقف من البرهان كشخص مثلا، يرون أن البرهان بشكل أو آخر مساهم في هذه الحرب، مساهم في تنمية الدعم السريع، يعني بعضهم حتى يصل إلى مرحلة التواطؤ، يقول لك لو لم يكن البرهان ما استطاع الدعم السريع أن يصل إلى هذا المستوى، في ظله بلغ عملية الدعم السريع إلى 120 ألف شخص، في ظل البرهان وصل الأمر إلى أن الدعم السريع يسيطر على كثير من مفاصل الدولة، على كثير من معسكرات داخل الخرطوم، على تجنيد كثير من اتجاه الحصول على كميات كبيرة من الأموال، فتح لهم نوافذ الدبلوماسية الخارجية إلى غير ذلك، كثير من لكن مع ذلك سبحان الله يقول لك هذه المعركة الآن لا ننظر إليها من خلال نظرتنا إلى البرهان، فالبرهان حسابه والقول فيه قول خاضع للشعب السوداني ما بعد هذه المعركة، وخاضع لمؤسسته أيضا، يعني المؤسسة العسكرية يمكن بعد ذلك أن تقف مع من أخطأ خلال، لكن حاليا لا بد من أن يقف الشعب السوداني مع مؤسسته. هذه الرؤية على كل أعتقد أن كثير من الناس هذه رؤيتهم، كثير من الناس هذه رؤيتهم، بل الآن حتى المؤسسات الإقليمية وكذلك المؤسسات الدولية عندما تقول والله يترك الشأن الآن الداخلي للشعب السوداني وأن تتعامل الدولة السودانية مع هذا الحدث، تقريبا يميلون أيضا إلى هذه الرؤية، وهو أن هنالك مؤسسة للدولة السودانية تقوم هذه المؤسسة بحماية الدولة السودانية وأمنها والحفاظ على وحدتها وسلامتها، وأن لا تكون هنالك فرع من فروع الدولة أو ميليشيا من الميليشيات تنتصر على القوات المسلحة. يكاد يكون هذا هو على كلنا الرأي العام كما تفضلت يعني. جميل. طيب شيخ حسن، هل من عبرة هذا الجيش الذي هو الدعم السريع كان له تجاوزات أمنية وتجاوزات عسكرية في دارفور، فكم من أخطاء سجلت عليه خصوصا في اغتصابه للحرائر، في تدميره لبعض المواقف. الآن سلط هذا الجيش أو هذا الدعم السريع على الشعب السوداني، وسمعنا مؤخرا مع الأسف اغتصابات في الشوارع السودانية مع الأسف. هل من عبرة؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. نضيف أيضا على هذا الأمر ما يتعلق بقبول الشعب السوداني المسلم بقحط التي يعني منحت الفرصة للشيوعيين أن يحكموا المسلمين، وكم أفسدت من قحط. هل هذه أيضا تندرج ضمن هذه فبما كسبت أيديكم؟ تعليقكم شيخ حسن. أولا كما تفضلت لا يوجد سبحان الله في أقدار الله ما هو عبثي، كل أقدار الله سبحانه وتعالى لها حكمة ولها على كل بعلمه وحكمته وعدله وفضله تتم كل هذه الأشياء، فما قدره الله كان وما لم يقدره لم يكن، وما قدره كذلك قدره بحكمة، كل ذلك. ولكن كثير مما يجري للأسف الشديد كما تفضلت هو عقوبات، بلا شك هو عقوبات. فكثير من الناس سبحان الله كانوا يتصورون بأنه والله مثلا هم في سلام وفي أمان، وتجرى الحروب في دارفور وتجرى في جبال النوبة وتجرى في شرق السودان وتجرى، وكأنه والله الناس في المنطقة الوسطى بأنه والله هذه الأمور، ومش هذا الكلام فقط السودان، يعني هذه الإشكالية موجودة حتى في كثير من بلداننا العربية. صحيح. تجرى الحروب في الشام وفي العراق وفي اليمن، ولا يقول الحمد لله نحن آمنين. أنت لست آمن في حقيقة الأمر ما لم تقم بدورك الشرعي في نصرتهم وتأييدهم وكذا، قد يأتي سبحان الله هذا الأمر إليك وينتقل إليك. فللأسف الشديد كثير من الصمت والتجاوز والإجرام الذي حصل في دارفور، سواء من الحركات المسلحة ومن تجاوزات الدعم السريع والجنجويد في فترة من الفترات، والصمت عليه والسكوت عليه، فإنه بلا شك يدفع الثمن سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون على المنكر أو يحصل كذا، يعني فهذه سبحان الله عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن الله يسلط الناس بعضهم على بعض. وأيضا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعوذ بالله أن تدركوهن أو أن تبتلوا بهن، واحدة منها وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا من حكم الله سبحانه، يعني فإنه يسلط الله بينهم أو يسلطهم على بعضهم البعض. فأنت هذه سبحان الله ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر، ترك حكم الشريعة، كل ذلك يؤدي الناس إلى أن يتسلطوا بعضهم السكوت عليه إلى غير ذلك. فهذه يعني النقطة الثانية للأسف الشديد أيضا بناء مؤسسات خارج مؤسسات الدولة،
هذه إشكالية نفسها، يعني ندفع اليوم الشعب السوداني ثمن هذا الوضع. ثم في نقطة خطيرة جدا للأسف الشديد يمكن مارستها النخبة السياسية خلال الفترة الماضية، نفس قحطة هذه كانت تعتبر أنه والله حميدتي وهذا قاتل وميليشيا وأنه فضل اعتصام وأنه واليوم سبحان الله هم أنفسهم يصطفون خلف إيه؟ خلف هذا الشخص ويقفون وراءه ويشكلون له قطاعا سياسيا. حتى هذه اللحظة قحط تقريبا أو الحرية والتغيير لم تدن ولم تحاول أن تشجب ما يجري في الخرطوم، وهذه إشكالية كبيرة جدا. تصور المستشفيات والاستيلاء عليها والاغتصابات وكلها ما قالوا شيء، حتى الآن صامتين. يقول لك والله نحن ننادي بوقف الحرب. طيب ما في إشكال، نادي بوقف الحرب، لكن يجب أن تحمل مسؤولية من الذي حتى نقابة الأطباء المعنية بالمستشفيات والمعنية إلى هذه اللحظة لا تحاول أن تسمي من هو الجهة التي تقوم بذلك. هي ليس جاهلة ولا يعني الموضوع يتم في قمر آخر، هي بتتم على أرضك، بتتم في مستشفيات. ربما خايفين يا شيخ حسن من لا ليس الخوف، هو موقف سياسي للأسف الشديد. هنالك موقف سياسي واضح من الحرية والتغيير أنها كانت حليفة لهذا الاتجاه وكانت تريد أن تضرب الجيش السوداني من خلال هذه المجموعات. للأسف الشديد الآن هي الشعب السوداني يدفع ثمن هذه التحالفات السلبية والخاطئة، وهي ستدفع في المراحل اللاحقة بلا شك. هذه القوة نفسها ستدفع الثمن. بل الآن لو لاحظنا كثير من قيادات الحرية والتغيير دوهمت بيوتهم وسلبت ونصب عليهم وفعل بهم الأفاعيل وهم ينظرون إلى أن والله كانوا يتصورون من أنهم سيكونون في مأمن، وإذا بهم سبحان الله يحصل لهم كثير مما حصل على الشعب السوداني. الله المستعان، الله المستعان. توجيهكم للشعب الإريتري؟ بالنسبة للشعب الأريتري أنا أتمنى على كل وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هنالك مبادرة، ونحن من هذه منصة شبكة السلام نطلق نداء، أنا في رأيي نطلق نداء للمؤسسات الخيرية، ولو أن تقوم واحدة من هذه المنظمات أن تقوم بمبادرة دعم الشعب السوداني وإيجاد تنسيقية ما بين المنظمات. هنالك منظمات وازنة ولها حقيقة ثقلها في مخيمات الإريتريين وفي شرق السودان. لو أن هذه المنظمات نسقت فيما بينها ثم أطلقت نداء عام للجاليات الإريترية في الخارج، أتوقع بأن هذا سيؤدي إن شاء الله إلى تجاوب كبير جدا وتفاعل. أنا أعرف الآن مثلا بعض المدن وبعض الدول قامت بصندوق زي ما نسميه بس لأن يقوموا بدعم السودانيين وإطلاق مبادرة من هذا الاتجاه، وأعرف أيضا بعضهم جزاهم الله خير يقومون بدور كبير جدا في مساعدة إخوان السودانيين الآن في الشقق والبحث عنها في القاهرة. أعرف بعض المجموعات في السوشيال ميديا الآن يكاد يكون الإريتريين أكثر المجموعات نشاطا في مساعدة السودانيين في موضوع الإسكان مثلا وهم يهاجرون. هذه كلها أنا في رأيي يمكن إن شاء الله أن تعزز بإذن الله سبحانه وتعالى من الدور. يفترض أن يكون هنالك دور رسمي طبعا، وهذا نحن ليس في يدنا الآن، وهو الدولة الإريترية. يعني يفترض أن لا يكون والله موقفها فقط أنه تقدم النصائح عن بعد أو لا، إيش والله الشيء الذي يمكن أن تقوم به أيضا من مساعدة بشكل رسمي لهذه الدولة اللي كانت في يوم من الأيام والله تساعد وتقدم وتساهم للمهاجرين واللاجئين في السودان. ما السودان. قدموا شيء؟ حسب علمي لم يقدموا شيء، وإن كان طبعا رأس النظام قال والله يا أخي إريتريا مفتوحة للناس. ليست هذه القضية ما في أحد أصلا الآن متجه أنه يمشي إلى إريتريا إذا كان والله الشعب الإريتري نفسه اللي طلع من الخرطوم رافض يعود إلى إريتريا وخايف من هذه العودة، وذهب مباشرة إلى مخيمات اللاجئين في شرق السودان وانضم إلى إخوانه من السابقين. لكن أنا أتمنى أن يكون هنالك موقف شعبي ورسمي في نفس الوقت. يعني يفترض أن يكون هنالك موقف شعبي ورسمي داعم ومساند حاليا للجانب الإنساني في السودان. نصيحتكم للشعب السوداني؟ نصيحتي للشعب السوداني، أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحرب نقطة انطلاق للوقوف مع الذات، وقوف مع الذات فيما يتعلق بميزانها بميزان الشرع. هذه مسألة لا بد منها. يعني للأسف الشديد خلال الفترة الماضية تصور الناس بأنها جاءت الفرصة التي يخرج فيها الناس على الله، يتمردون على شريعته، يخرجون من دينه زرافات ووحدانا، فانتقم الله. للأسف الشديد حتى انتقم الله سبحانه وتعالى انتقم. يعني كلمات كانت وشعارات ترفع، للأسف الشديد ما كان يتصور أن والله يمكن أن تصدر من شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. مثل ماذا يا شيخ حسن؟ يعني مثلا بعض العبارات اللي أطلقتها للأسف الشديد بعض المجموعات إنه والله الجوع ولا الكيزان مثلا.
الجوع. طيب ابتلاك الله بالجوع. احيانا تقول والله الحرب نموت جميعا ولا كذا. ففي كثير من العبارات كما قال بعض السلف كانوا يقولون معليش ما عندنا جيش، معليش ما عندنا جيش، فيقولون بأن الهناية القدر معلق بالمنطق. يعني أحيانا بعض الناس لا يلتفت إلى ما يقول فيبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من أنا في رأيي في هذه المعركة على كل الشعب السوداني محتاج إلى الالتفاف حول مؤسسته الرسمية بشكل واضح. وعندما نقول حقيقة الوقوف مع المؤسسة الرسمية لا يعني ذلك مطلقا، لا يعني ذلك إنه والله لا يمكن أن تكون من بقي من الدعم السريع رافعا يده عن هذا القتال أن يكون. شيخ حسن بدون قطع حديثك سامحني، ألا يشرع في مثل هذه الأمور القنوت باعتبار أن هذه نازلة بسبب الذنوب والمعاصي وتقصير الشعب السوداني ووقوفه مع قحط التي كانت تدعم الشيوعيين وإلى ما ذكرت؟ يعني فلولا قرية كانت آمنت فنفعها إيمان إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. لما آمنوا يعني لما تابوا. ليس هناك الآن من توبة من الشعب السوداني على مستوى الأئمة، على مستوى الدعاة، على مستوى صالحيهم وغير صالحيهم، أن يتضرعوا إلى الله بالدعاء والاستغفار والتوبة لما كانت هذه الكلمات التي قيلت كما تفضلتم؟ هو حقيقة بعض للإنصاف يعني بعض الإخوة جزاهم الله خير من دعاة من بعض أئمة مساجد ناشدوا، وحصل بعض الليالي أحيت أن يكون فيها توبة وفيها كذا. وهذه سبحان الله موطن الاستغفار والاستكانة. الله عز وجل الحروب عذاب، الله عز وجل يقول ولقد أخذناهم بالعذاب والله فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني كأنما الله يقول لك والله حصل لك عذاب، حصل لك مصيبة، تضرع إلى الله واستكن وتب إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا. نعم. فنحن هذه الساحات يجب أن نستفيد منها الآن للوقوف مع الله سبحانه وتعالى، مع النفس البشرية، مع الأخطاء التي حصلت خلال الفترة الماضية، مع المظالم التي وقعت خلال الفترة، كل ذلك بطبيعته. ثم في النهاية العودة كذلك الجماعية، لأنه خلال الفترة الماضية للأسف الشديد بعض الناس كان مواقفهم سالبة كما في قصة يونس عليه السلام. يعني بعض الناس أعلنوا كفرهم وبعضهم أعلنوا إسلامهم بشكل واضح، لكن بعضهم سكتوا. فالله عز وجل أخذ الطائفة التي وأنجى الذين، لكن سكت عن الساكتين. السكوت قال بعض المفسرين هؤلاء يلحقوا بالمجرمين عمليا، يلحقوا بالمجرمين. فمطلوب حقيقة من المواقف السلبية اللي كانت في الفترة الماضية تاركة الحبل على القارب وتاركة لهذه الأقلية أن تتحالف مع المجتمع الدولي وتأتي عبر هذا المجتمع الدولي لتفرض خيارات وتفرض هوية وتفرض على كل وصاية دولية على المجتمع السوداني. أنا في رأيي المرحلة القادمة هو مرحلة إن والله الشعب السوداني يعبر عن دينه وعن هويته وعن إسلامه وعن شريعته، وأن لا يسمح للمتلاعبين بأي شكل من الأشكال في أن يفرضوا عليهم تقريبا ما يريدون. هل يجوز لنا أن نحمل بعض أخطاء الإسلاميين الإسلام برمته؟ ما هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة للأسف الشديد التي يقع فيها البسطاء والجهلاء. وخلينا أقول للأسف الشديد بعض الأخيار، حتى بعض الأخيار انحاز في الفترة الماضية لقحط بحجة والله الإسلاميين أخطأوا. فكنت أقول لهم يا إخوان، هل والله خطأ الإسلاميين يعالج بأنه نحن نقفز من السفينة كلها إلى أنه نرتمي في سفينة أخرى لا تمت إلى الإسلام بصلة، أم نقول بأنه والله أخطاء الإسلاميين تعالج بصواب الإسلام وبحق الإسلام وبعدالة الإسلام وبشريعة الإسلام؟ فالإسلام يقوم كل الممارسات الأخرى، فهو حاكم كما يقول العلامة الشاطبي عليه رحمة الله: الإسلام والقرآن حاكم لا محكوم عليه. صحيح. فحاكمية الشريعة تسري على الإسلاميين وعلى غير الإسلاميين. فأنت بحكم الشرع عليك أن تقول إن حرفتم، خرجتم عن الجادة، خرجتم عن منهج الله، عودوا إلى الله. لكن ما تقول والله لا نترك الدين كله لأنكم أنتم أخطأتم فيه. مصيبة. هذه مصيبة وفهم غريب. نعم. علما أن الله عز وجل كان يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض الأخطاء. صحيح. عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحانه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خارج هذه الحاكمية أبدا. أيوه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. واضح. وعقوبات تنزل عليهم في المعارك. مثلا بس مجرد أن يقول أحدهم لن نهزم اليوم من قلة فيهزمون على طول، ليربيهم الله أن النصر من الله سبحانه وتعالى. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. فهذا الشعب السوداني هو بعيد عن هذه الأمور. ليس بعيد. يعني أنت عشان أخطأ البشير ومكان من أهل الكيزان تروح أنت مباشرة إلى كفر بواح وشيوعية كاملة وإلحاد، والعوذ بالله. هذه مصيبة. نعم، نسأل الله. يعني كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الحرب في حد ذاتها هي خير للشعب السوداني
حتى يعود إلى ربه. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاهم. نعم، نسأل الله يجعلها. دقيقة واحدة بقيت معنا ونختم بها الجلسة. ماذا تقول شيخ حسن؟ والله أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يتجاوز الشعب السوداني هذه المحنة، وأن يخرج منها بإذن الله سبحانه وتعالى قويا متماسكا تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق كذلك شعبنا الأريتري إن شاء الله أن يكون له دور إيجابيا ولا يكون متفرجا. وأنا في رأيي الآن حقيقة الشعب الأريتري من أكثر الشعوب اللي منتشرة حقيقة في كثير من الساحات، ويمكن أن يفعلوا هذه الساحات نفسها اللي هم متواجدين فيها، من أستراليا ما شاء الله إلى كندا وأمريكا. نحن متواجدون في هذه البقاع الواسعة، فنستطيع ليس فقط أن نحرك الجاليات الأريترية، لكن بحكم الجوار والقربة والعيش المشترك أنا أتصور بأن بإمكاننا أن نحرك كل هذه المساحات متواجدة فيها أمة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، وحتى الأخيار من أحرار العالم والذين يحبون كذلك بذل الخير حتى من غير المسلمين. كل هذه يمكن إن شاء الله أن تكون ساحات لنا ونتقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله. آمين. شيخ حسن، نسيت أمرا مهما وهو الإشادة بجهود العلماء. حقيقة علماء السودان الذين قاموا بدورهم في فترة البشير وقاموا بدورهم في فترة قحط، والآن هم يقومون بدورهم أيضا. فنرجو منك كلمة سميها شكر، سميها إشادة، سميها اعتراف، وأيضا توجيه الشعب السوداني لاحترام مشايخه وعلمائه والقيام بطاعتهم والسير على منهجهم، فإن الله عز وجل قد رزقهم علماء ربانيين. تعليقكم شخص؟ نعم، والله كما تفضلت موضوع العلماء يعني في السودان فيه بذل كثير جدا، ونشروا خلال الفترة الماضية الكثير من يعني كان لجهودهم على كل أثر كبير جدا في الحالة السودانية من حيث التدين، من حيث الإقبال على الله سبحانه. لكن أنا في تقديري كان هنالك نوع من التقصير بعض الشيء فيما يتعلق بالمواقف خاصة من دارفور والذهاب إليها على الأرض والشهود ليكونوا شهداء الله على خلقه. فأنا ما مطالب بأنه دائما يكون موقفي مثلا منحاز إلى السلطة أو أحاول أن أتظاهر بأني معها. أحيانا العالم مكلف بأن يكون مستقل، لا علاقة له لا بالسلطة ولا بالعامة كما يقولون. يعني العالم ليس مهمته أن يصفق مع الجمهور ولا كذلك أن يصفق مع الحاكم، مهمته أن يقوم بالقسط وأن يؤدي رسالة الله سبحانه وتبينه للناس. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، فالله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. فأحيانا بعض الناس للأسف الشديد خلال فترة طويلة جدا من الصمت، من الانحناء، من أحيانا الميل إلى النصائح السرية تحسب عليك في فترة من فترات، لدرجة أن بعض المناطق لا تسمع لك. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط جدا، خلال ال4 سنوات الماضية مثلا حصل هنالك بعض المناطق في شرق السودان حوصر فيها البني عامر مثلا من القوات المسلحة في أحياء في مناطق، وحصل تقريبا بعض الناس ماتت في هذا الوضع. كان هؤلاء يشعرون بأن هنالك صمت كامل من الشعب السوداني عن قضاياهم، وهؤلاء الآن قد تجدهم والله يشعرون بأنه والله لا ينحازون القوات المسلحة ليس كرها فيها ولا، لكن لأنه يقولون نحن ضحي بنا في يوم من الأيام ولم يلتفت إليه. فما أريده حقيقة، أتمنى في المستقبل أن تكون مؤسسة العلماء مؤسسة قائمة بذاتها مستندة إلى شعبها لا إلى السلطة. يعني طبيعة بنيتها يفترض أن تكون قائمة على الأوقاف من الناحية المالية، وقائمة على الاستقلالية من الناحية الإدارية، حتى لا تكون والله رهينة لا للشارع العام يجيرها كما يريد، ولا للسلطة أيضا تستطيع أن تستخدمها كما تريد. يا سلام، جزاك الله خير يا شيخ حسن. الله يكرمك. كنت غافل عن هذه القضية. على كل حال، وما ربك بظلام للعبيد. مشاهدينا الكرام، انتهت الحلقة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا السودانيين، وأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يرزقنا وإياهم التوبة النصوح، وأن يرد كيد أهل الشر إلى أنفسهم، وأن يحفظ الشعب السوداني. وأنا متفائل أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الشعب الكريم المبارك الشهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالت عنه خديجة: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فالشعب السوداني لا شك أن فيه هذه الصفات الطيبة، وإن كان فيه ما فيه من الأخطاء، فالله عز وجل غفور رحيم. النصر قادم إن شاء الله، إنما هي ساعة صبر
وبعدها يأتي الفرج بحول الله وقوته. مشاهدينا الأكارم، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.